ألهمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه والتابعين. أما بعد، فإني أولا أقدم الشكر لربي الذي أنعم علينا جميعا، وللنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد دعاني فضيلة العلامة الشيخ رضا، الأخ الجليل والأستاذ الكبير الشيخ أخطر رضا، أكرمه الله حيث أتى بي إلى هذا الخير العميم، ولا أزكيه على الله، فقد اجتمع فيه سيل ذهن فضيلة الإمام أحمد رضا، حيث إن آباه كما تعلمون الشيخ إبراهيم ابن الشيخ حامد ابن فضيلة الإمام، ووالدته ابنة الشيخ مصطفى ابن فضيلة الإمام. معنى ذلك أن سيل ذهن الإمام قد اجتمع عند هذا القطب، ولا نزكيه على الله. أيها الحفل الكريم والحضور الكبير، جئناكم من الأزهر لنقول لكم بلسان الواقع والمقال إن الأزهر وجامعة الرضا يجتمعان على هدف واحد ولو رغمت أنوف، إنهم يجتمعان على أنهما أهل السنة والجماعة، أو يمثلان أهل السنة والجماعة. جئناكم لهذا الغرض. ما جئت إلى هذه المدينة بجسمي قبل هذا العام، ولكني أعرف الهند منذ أيام الطلب، أي منذ أيام التلمذة، وأعرف فضيلة الإمام قبل هذا العام بعامين. أعرفه يوم أن جاء إلى مصر، وكنت في شرف استقباله الكبير العظيم، ضيف مصر. ثم عشت مع فضيلة الإمام الراحل الشيخ أحمد العام الماضي، عندما قرأت آثاره وكتبت تحت عنوان فضيلة الإمام وعبقرية الإنسان والمكان. وقد أرسلت إليكم بهذا البحث في العام الماضي، حيث حالت ظروف بيني وبين القدوم إليكم. هذا العام سأحدثكم عن جانب آخر غير العبقرية التي حدثتكم عنها. سأحدثكم هذا العام عن خاصية واحدة من خواص هذا الإمام، أرجو أن تتقبلوها مني هدية للإمام في مرقده، وهدية لكم تلاميذة الإمام تسيرون على نهجه وطريقه وأسلوبه. أيها الإخوة الأحباء، الخاصية التي أحب أن أحدثكم عنها، ولن أطيل إن شاء الله، لكني أركزها تركيزا. هذه الخاصية لن تفهم إلا إذا عرفتم أمرين من آيتين في القرآن الكريم. الآية الأولى، الله عز وجل يقول: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذه الآية في سورة الرعد، وشاء الله أن تكون هذه الآية في سورة الرعد
لأنها تتحدث عن كرامة الإنسان. ثم جاءت آية أخرى في سورة فاطر لتقول للكل: بسم الله الرحمن الرحيم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لا بد أن نفهم هاتين الآيتين أولا لنعرف الخاصية التي تمتع بها الإمام كما تمتع بها سلفه من الصحابة والتابعين، رضي الله عن الصحابة والتابعين ورضي الله عن الإمام، وحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. أيها الأحباب، الآية الأولى باختصار شديد تقول: إن الله عز وجل قد خلق بني الإنسان على درجات، يستقبلون القرآن يدخلون القرآن في أفئدتهم، فتسير الأفئدة أوعية لهذا القرآن. ثم إذا امتلأت هذه الأفئدة، إذا امتلأت هذه الخلايا، إذا امتلأت هذه العقول، سال كل عقل إلى غيره على قدره الذي خلقه الله عليه ودبره له. إذن الناس نوعان أو أنواع، درجات، منهم من يسيل فيملأ طباق الأرض علما، ومنهم من ينقبض عن ذلك انقباضا يسيرا أو قليلا، أو حتى ومنهم من لا يستفيد أصلا، نسأل الله العافية. الله عز وجل يشبه ذلك بالماء ينزل من السماء، فإذا نزل الماء من السماء سالت به الأودية وامتلأت، وكل واد يأخذ على قدره ويعم الخير على قدره. أحباب رسول الله، أحباب الصالحين، أرجو أن تعوا هذا الدرس جيدا. الآية الثانية، الله عز وجل يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أنا الآن أمام شيئين، أمام الكلم الطيب وأمام العمل الصالح. الكلم الطيب معروف، الكلم الطيب معروف، فقصاراه أن يكون هو العلم بجميع أجزائه بجميع أنواعه. العمل الصالح معروف، وهو أن يكون الإنسان بسلوكه متحركا، بعلمه متحركا، بأخلاقه متحركا، يعم الناس ويعم الجميع. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم إذن نتلقاه عن الله، والعلم لا ينفع إلا إذا أدى إلى العمل. فإذا تقدم العلم والعمل إلى المجتمع والناس، ارتفع العلم والعمل إلى الله عز وجل، وتلقاهما الله بالقبول. أحباب رسول الله، أقول لكم واسمعوا عني، أقول لكم: العلماء وقفوا أمام العلم وأمام العمل، أيهما أفضل؟ وأنا لا أقف عند هذا الحد، لكنهما يتكاملان، العلم والعمل يتكاملان. هاتان آيتان من كتاب الله. أيها الأحباب، أسأل الآن الكل، أسأل الآن طرق وجوانب وحارات، أسأل الآن التراب الذي كان يمشي عليه الإمام، أسأل الآن جنبات الأرض التي وصل إليها صوت الإمام. ماذا كان يفعل؟ ما الذي استفاده من القرآن؟ وما الذي سال به عقله؟ وما الذي سال به فؤاده من القرآن الكريم؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني: هل العالم الجليل طيب الله ثراه وألحقنا به في الصالحين، العالم الجليل، هل هو قد استفاد من العلم والعمل؟
وجعل العمل غاية والعلم أساس، أم أنه قد اقتصر على العلم فقط؟ أيها الأحباب، العلماء قسمان. العلماء قسمان. القسم الأول من العلماء علماء لا يعرفون إلا النصوص، يسألون عن الشارع ماذا قال، وعلماء آخرون يتجاوزون هذه المرحلة ويسألون عن الشارع ماذا أراد. هنا نقطة حاسمة: الشارع ماذا قال والشارع ماذا أراد. الشارع ماذا قال والشارع ماذا أراد موقفان للعلماء. الشيخ هل كان يسأل عن الشارع ماذا قال ويقف عند هذا الحد، لا يعي نصا ولا يدرك قولا؟ هل الشيخ الإمام قد تعدى هذه المرحلة وفقه النصوص وتعلم من النصوص وأدرك النصوص أم لا؟ إنه سؤال يطرح عليكم وعلينا جميعا أن نقرأ آثاره لنعلم ماذا فعل. الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه قال: إن الذين يقفون عند حدود جمع النصوص هم أوعية للعلم، والأوعية جمع وعاء، والوعاء هو الإناء يمتلئ بما فيه ولكن لا ينتفع. والإمام الغزالي يكمل قوله فيقول: إن هذا القول العلماء أوعية العلم فيه مدح وفيه نقص. أما المدح الموجود فيه فهو أنهم يجمعون النصوص وهذه ضرورة، وأما النقص فهو أنهم قد وقفوا عند حدود النصوص لا يفهمونها، لا يتعرفون عليها. الشيخ الإمام أحمد رضا خان قرأت كثيرا من آثاره، لأن اللغة تحول بيني وبين استصهار كل الآثار. قرأته وكتبت عنه عبقريا تتعانق عبقرية الإنسان فيه مع عبقرية الزمان. وها أنا اليوم أقرأ للإمام وأكمل الدائرة معه لأتعرف منه: هل أنت أيها الإمام الراحل بجسمه المتواجد بروحه وآثاره، هل أنت أيها الإمام وقفت عند حد أن تكون وعاء للعلم، أم أنك امتلأت بالعلم فسالت أودية عقلك بالقدر الذي أراد الله لك؟ إن آثار الإمام فيها الجواب. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإمام بين أيدينا وتلك آثاره. إذا رأيت الإمام يتحدث في العقيدة فإنك ستعلم أن الإمام في عقيدته، إن الإمام قد عرف للعقيدة مقصدين. المقصد الأول أنه قد علم أن العقيدة لا بد أن تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله. المقصد الثاني هو قد علم أنه لا بد من الدفاع عن العقيدة، وإلا كان علمه وإلا كان محله أن يكون وعاء علم وكفى، وهو لم يرد لنفسه أن يكون كذلك. ظل يؤسس للعقيدة وظل مع ذلك يدافع عن العقيدة. لقد قرأت له نصا في بعض الكتب التي صدرت عنه يقول فيه: إني أعيش لتحقيق 3 أمور. الأمر الأول أني أدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأشرح شخصيته وأبين عن هذه الشخصية كما جاء بها الكتاب والسنة. أنا أحكي معنى كلامه. الثاني أنني أقطع ألسنة، هذه الألسنة تعيب في رسول الله وتتوجه إلى رسول الله بالنيل من مكانته، بالنيل من شخصيته، كما فعلت القديانية. فلما قال ذلك أنا أعرف القديانية تمام المعرفة، وقد كتبت فيها بحماسة شديدة.
فلما قرأت آثاره في القديانية وجدت أولا أن الله قد شاء ومشيئة ربي خير. شاء أن يولد الإمام في هذا البلد، شاء أن يولد الإمام في هذه المنطقة، شاء أن يولد الإمام في هذه المنطقة، وقد قامت الثورة الهندية ضد الإنجليز، وكانت ثورة مباركة، لكن الخيانة قد فعلت فعلها فيها. الإمام قد ولد قبل هذه الثورة بعام واحد. شاء ربي ومشيئته خير كي يكون الإمام معاصرا لحركة الخيانة التي أرادها الإنجليز على يد غلام أحمد القدياني. وكتب 3 رسائل تتبعتها جميعا فوجدت فيها العلم النافع والقصد الصافي. إنه يدافع عن الرسول تجاه كل تغبير في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أضاء الله وجهه، ولكنه أيضا نزل أيضا إلى الميدان ليدافع عن الرسول ضد كل إنسان يريد أن يقطع العلاقة بين رسول الله وبين أمته. إذا قال إنسان لا تسيدوا رسول الله احمر وجه الإمام، وكأني أنظر إليه بعين قلبي تحت في مضجعه هنا في هذا البلد، ووجهه يحمر عندما يسمع لا تسيدوا رسول الله. ومن نسيد إذا لم نسيد السيد العظيم؟ إذا كان هؤلاء لا يفقهون فإني أقول لهم المعروف لا يعرف، والسيد لا يحتاج إلى تسييد. فإذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما ترتفع مكانتنا نحن، أما مكانته فهي محفوظة. الثالثة التي جعلها الإمام خطا في حياته أنه ينزل الفقه على الوقائع فيما يسمى بالإفتاء. 3 مقاصد للشيخ حول العلم فيها إلى العمل، وهذا جانب من جوانب شخصية هذا الإمام. إني الآن عاكف على هذا المجال أكتب فيه، فإذا كتبته وكان لي من العمر فسحة، وكان لي من الزمن ما بقي لي فيه، والله عز وجل يكتب لنا التوفيق. أنا أعلم أن آمالي قد يقصر عنها بلوغها، لأن حظي من الزمان أصبح قليلا. فإذا أتيح لي من الزمان والتوفيق سأكتب هذا الجانب وأضمه إلى الجانب الذي مضى في العام الماضي، لعلي أخرج شخصية الإمام فيما أحب. أحباب رسول الله، إني آسف بالغ الأسف، لأن شخصية الإمام لم تنتشر في مصر إلا في جنبات قليلة، وليس لنا أن نعتذر بعد هذا اليوم. إننا سنقدمك معشر الإمام لإخوانك في مصر، سنقدمك معشر الإمام لإخوانك بالقدر الذي يصل إليه صوتي، وبالقدر الذي تصل إليه كلمات المكتوبة أو المنطوقة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق ودوام التوفيق، وإلى أن نلتقي إن قدر الله لنا اللقاء، إلى أن نلتقي في الدنيا أو نلتقي في الآخرة. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. واعلموا، أحب أن أقول لكم أيها الأحباب أننا في الأزهر الشريف نلتقي على هدف واحد، ونعمل من أجل هذا الهدف لإعلاء كلمة أهل السنة والجماعة. وإذا قيل أهل السنة والجماعة فاعلموا أنهما شخصيتان في قلب واحد، قلب واحد يضخ الدماء فيهما، قلب واحد يغذي كل خلية فيهما، قلب واحد ينعش الأفئدة فيهما. إنه قلب واحد وجسمان متفرقان، وتفريق الأجسام ليس نعبأ به، المهم وحدة القلب.
إذا قلنا من أيام أن كنا طلابا في أول عهد الطلب، إذا قلنا أيها الأحباب، إذا قلنا أهل السنة والجماعة، فإن ذلك لا يعني إلا شيئين في الظاهر وشيئا واحدا في الباطن، إنهما الأشاعرة والماتريدية، ألحقنا الله بهم في كل علم صحيح وكل اعتقاد صحيح، هو حسبنا ونعم الوكيل. أما هذه الجامعة فأكرر ما قلته في بياض نهار هذا اليوم، أحب أن تكون هذه الجامعة مكملة للأزهر الشريف، والأزهر يكمل لها، يستقبل أبناءها ليعطيهم مجالا من التعليم بعد هذا المجال الذي أخذوه هنا. وإني سأترك المجال لأحد أبناء هذه الجامعة الذي كمله الأزهر، وهو يريد أن يأخذ منه الليسانس في الأزهر الشريف كما يسميه الغربيون، أو العالمية، الشهادة العالمية كما نسميه نحن. مرة أخرى أقدم امتناني وتحيتي لفضيلة المفتي الذي دعاني إليكم ومكن لي من الحضور إليكم. أمنيتي أن ألقاه في مصر، أمنيتي أن ألقاه في مصر تحمله الأكتاف لا يمشي على الأرض، لأننا نبجل أهل العلم ونحترم أهل الصلاح. وأنتم يا أساتذة هذه الجامعة لكم مني كل التقدير والحماس. وأنتم أيها الطلاب اعلموا أن من ينشر الدين وينشر هذه الشريعة فهو من خير الناس على هذه الأرض. أسمعتم الله عز وجل وهو يسأل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. اللهم توفنا مسلمين، قولوا آمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا هداة مهتدين وسببا لمن اهتدى. اعلموا أن الله قد أمركم فاستجيبوا لأمره. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. هو درة وكلؤلؤ